بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة أنا ما لقيتش عنوان لفيديو النهاردة فسميته بلا عنوان. احنا بس هنعمل شوية حاجات بسيطة في السلاكة وتابعوها معانا إن شاء الله. هنفرجكم على شوية زغاليل أحدث الإنتاج اللي موجود عندنا، حاجة كده من كل عين يعني. ونشوف احنا بنعمل ايه مع المتابعة اليومية يعني. اول حاجه كده انا بعملها لما اجي اتابع الحمام، بجهز شويه طواجن. يعني مثلا الطواجن دي كلها اهي، شايفين مفروشه على ايه؟ فرش الطاجن على تحديد وجاهزه، عشان ما اقعدش بقى ايه كل عين احتاج فيها احط فيها طاجن اروح عامله. لا، انا بجهزهم كاملين كده، واجي بقى العين اللي محتاج اخد اللي فيها واحط لها جديد. يعني ايه؟ عشان الوقت. طيب تعالوا اول عين كده. العين دي خلاص ما عادش لها لازمه، عشان احنا هنحط اصلا طاجن جديد. القص ده قص كريزلي زي ما انتم شايفين. النتايه تقريبا كريزلي، ده الذكر ودي الانثى. تمام. في هجيب لكم الفرد ده عشان برضو تبقوا انتم متابعين معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه لحم فرنساوي اسود. تمام. القص ده كان محضن الثلاث بيضات ده تمام اهو. ده احدث انتاج عندي من الحمام اللاحم الاسود. طبق حلويات. ده لحم فرنساوي يا جماعه، ده لاحم فرنساوي. تمام. القص ده كان تحته بيضه واحده والبيضه الثانيه انكسرت، فانا حضنت تحته البيض بتاع القص ده الاسود، فطلع الثلاث حمامات وانا حضنت واحده. المهم يبقى عنده هو اتنين، لان طبعا حمامه واحده في الجو البرد بتمرض، وحمامتين او ثلاثه تحت القص في البرد. يعني كل واحده من دي معاها، شايفين؟ طبعا العلامه المميزه للحمام المستورد اهو. دي بقى عشان سهوله وسرعه تغيير الطواجن. بصوا الطاجن القديم اهو، ونحط الطاجن الجديد. ونحط ده بقى مكانه طيب اوري لكم بقى كمان فرد زغلول. ده احدث حاجه في الاسود يا جماعه برضو، يعني هو لسه طيب. واحنا بنتفرج كده مع بعض وده طاجن قديم برضو، عين فيها ذكر، ونحط له طاجن جديد. تمام. طيب الملاحظه اللي انا كنت قلت لكم عليها في مساحه السلاكه، في مشكله دلوقتي واجهتني ومات بسببها زغلول، وهي ان لو حطينا 2 طاجن من دول جنب بعض
في السلكه ال60 بيبقوا كده بالظبط. فالحمام لو وقع طلع من الطاجن بتاع البيض، طلع من الطاجن بتاع الزغاليل وهو رايح على الطاجن التاني، وقع ما بين الاتنين، بيتزنق ما بيعرفش يخرج، ويفضل رجله عايمه على الفاضي وهو مزنوق بين الطاجنين فبيموت. فالفكره اللي انا عملتها ان انا جبت طواجن فخار عشان بتبقى حجمها صغير شويه زي كده، مفروشه نفس الفرشه، بنحطها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طاجن بلاستيك جنبيه طاجن فخار، حتى العين اللي جنبها نفس الطريقه اهي. طاجن بلاستيك جنبه طاجن فخار. طب ليه بنعمل الحركه دي؟ اهي. تمام. علشان لو حطينا الطاجنين البلاستيك جنب بعض بيبقى بينهم فرق صغير، الحمام بيقع ما بينه فما بيعرفش، ما بيطولش السلك يعرف يتحرك برجله، وفي نفس الوقت يفضل ثابت في مكانه فيموت مكانه. ودي من ضمن عيوب السلكات اللي مساحتها صغيره، اللي هي 60 في 60. دي ما شاء الله القص ده باض اهو، نحط له طاجن جديد. ده الحمام ورد الكويت يا جماعه، دي زغاليل ورد الكويت، والله حمام جميل اهو. دي ورد الكويت. ساعات كده بسيب قص اهو، ساعات بسيب قص يطلع معانا يعني. حمام محترم جدا، اللي ما بلاقيلوش وفاء في الحيضان بسيبه ايه، بسيبه يشتغل. طيب ده بالنسبة بقى لتغيير، يعني احنا ما شاء الله 1 2 3 4 5 6 7 غيرنا 7 عشوش في السلكات في الوقت اللي انتوا شفتوه ده تقريبا يعني. انا عايز اجيب لكم بقى ايه، بسم الله. ده حمام تيتان احمر فول كلر. الفول كلر يا جماعه الفرق بينه وبين الاشرد ان ديله كمان احمر، الاشرد يبقى ديله رصاصي، الفول كلر جسمه كله احمر، جناحاته وديله، الحامه كلها حمراء زي ما انتم شايفين كده. طيب ده فرد حمام وارد الكويت سيلفر، ماشي. انا بيتهيألي لو ده راح يعني عند احد الاخوه المش كويسين قوي هيبيعوا على انه مستورد. شايفين اهو حمام عامله ازاي. ده الحمام وارد الكويت يا جماعه العادي خالص اهو. حمامه يعني شفت احد الافاضل بيقول لك الحمامه التكسن بتبقى موركه، لا الحمام اللحم مورك اهو. تعملوا كده شايفين ليه وراك زي الفراخ البيضاء اهو. وده وارد الكويت مش المستورد ولا حاجه، في ورك هنا اهو. شو الحمامه عرض ايه. ده وارد الكويت عادي، حمامه عاديه لابسه الدبله الخضراء والزرقاء ايه عادي خالص، حمام عادي جدا يعني. القص منه الشغال بينباع ب 1200 جنيه. ده نفس الطريقه اهو. ده حمام برضو سيلفر وارد الكويت اهو. حمامه محترمه جدا جدا. هو حمام بني يا جماعه، عشان انا كنت قايل مش هقول موضوع السيلفر ده تاني. ده حمام بني عادي خالص اهو. اهو حمام عادي لابس الازرق والاخضر، حمام عاديه جدا اهي. اسعارها في متناول الجميع، شايفين الحمامه عامله ازاي. حمامه يعني لحد ما محترمه، حمامه محترمه. طيب
تعالوا بقى بالمره نعمل ايه؟ نقشط الاكل اللي قدام الحمام. طب ليه بنقشط؟ عشان الحمام يصحى بكره مفيش قدامه اكل، يجوع شويه، لما نيجي ناكله يبقى ايه، عنده اقبال على الايه، على الاكل، ما ينقيش الحبوب معينه، ياكل كل انواع الحبوب. طبعا انا دايما بزود الكميه شويه للحمام اللي تحته زغاليل، يعني دايما احط له كميه بزياده شويه. يعني اي حاجه من دي كنت انا مزود لها الكميه اهو. طيب ال الكلفه دي، وطبعا بما ان الفيديو يعني ملوش هدف معين او عنوان معين، فهنتكلم في كل حاجه. الكلفه اللي احنا بنقشطها دي بناكلها للحمام تاني؟ اه طبعا بناكلها حمام تاني. تمام. انا بقى بعمل ايه؟ باخد الكلفه دي على بعضها كده واجمعها واحطها للحمام اللي في الغرفه السايب تاني يوم اول حاجه. يعني لو انا بعلف مثلا 2 من دي، لو انا بحط 2 من دي، بحط دي الاول للحمام السايب، على ما اروح اجيب له الثانيه يكون هو خلص التقشيط ده. بما ان اصلا كده كده اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن عيوب التربيه في السايب، وقلنا ان في التهدير في الادويه كده كده لما بيحصل اي حاجه في السايب، سواء برد مثلا بنعالج تنفسي، بنعالج الحمام كله، بنعالج اي حاجه معوي، بنعالج الحمام كله. فانا بحط التقشيط ده للحمام اللي في الغرفه السايب، يا زي اعاده تدوير كده، بلمه كله كده في مكان واعمله بالغربال اللي هو السلك الضيق، بحيث ما انزل اي تراب، وفي لو اي حاجه ريشه او حاجه اشيلها، زي نظافه كده، زي تجديد نظافه يعني. طبعا انا تقريبا كده يعني فرجتكم على كل حاجه، بس انا عايز اجيب لكم اصغر زغلول بني بخطين اللي هو سيلفر سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه اصغر زغلول سيلفر، طبعا بيبان على المنقار، انتوا خدتوا بالكم على طول من الدايره اللي قدام المنقار دي بتبقى في الحمام السيلفر سابقا والبني بخطين حاليا. افضل بالمره، لان انا طبعا محضن هنا كان في احد الاخوه يعني خد حمام مني النهارده، وحبيبي وكفاءه، خد مني حمام واضطرني احضن البيض تحت حمام تاني. يعني في بعض الاسهم محضن تحتها 4 بيضات زي القص ده مثلا كده. ده حمام وارد الكويت اهو 4 بيضات. ده حمام وارد الكويت ابيض محضن تحته 4 بيضات. واحنا ونصيبنا بقى هنحاول نتابع معاهم وقت الفأس ان شاء الله. كانت فرجة سريعة على بعض الانتاج الجديد اللي عندنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.